السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض 15 لتر من البرسيل جل عالي الجودة. نبتدي بسم الله وعلى بركة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نقول المقادير مع بعض. معانا 30 جرام من التايلوز، معانا 250 جرام من الصودا السايلة، لو هنحط صودا قشور هيبقى نصهم. معانا نص كيلو من السلفونيك، معانا 250 جرام من التكسابون المتدوب في مية قبليها. آه، معانا 50 جرام من البيبي فور. معانا حبايب قلبي 250، معانا 25 جرام من الملح، معانا 125 جرام من الأكسجين، والأكسجين دي المادة الفعالة الموجودة معانا في البرسيل جيل. لو هنحط مادة حافظة حبايب قلبي اللي هي بنزوات الصوديوم، هنحط هنحط معانا 20 جرام. تمام كده. وده للناس اللي بتطول عندها البرسيل جيل وبيقعد فترة مثلا أكتر من شهرين. نبتدي بسم الله وعلى بركة الله. هنجيب وعاء أو جردل كده فاضي، وأول حاجة هنبتديها هنحط التايلوز زي ما انتوا عارفين. طبعا هنقلب بطريقة سريعة للمبتدئين يعني، لكن طبعا اللي هم واخدين على البرسيل جيل وعلى المنظفات هم عارفين يعني ازاي يستخدموا التايلوز، وبرضه هيقلبوا بسرعة. اهم حاجة التقليب بسرعة في التايلوز عشان ما يكلكعش مننا. تمام. برسيل جل ده عالي الجودة حبايب قلبي، وبينظف جامد جدا لانه بالاكسجين، والاكسجين معروف ان هو مادة فعالة قوية جدا في النظافة. بس اهم حاجة احنا لما هنيجي نظبط البي اتش، قبل ما نحط الاكسجين لازم نظبط البي اتش بتاعنا. تمام. لما يجي وقته ان شاء الله هقول لكم عليه امتى بالظبط. ايه، خليكم معانا لنهايه الفيديو وهقول لكم امتى بالظبط ان شاء الله نظبط البي اتش. خلاص حطينا التايلوز وقلبناه حلو زي ما انتم شايفين. بنحط بعد التايلوز يا حبايب قلبي الصودا السايله. تمام. اهو زي ما انتم شايفين، اهو انا حطيت التايلوز وبقلب بسرعه جامده كده زي ما انتم شايفين عشان ما يكلكعش مننا. طبعا لو كلكع مننا ملهوش حل. فأهم حاجة ان احنا نحط التايلوز بالراحة كده ونقلبه حلو. طبعا المنظفات في البيت ما اقولكمش بقى حاجة، يعني بتبقى جميلة وموفرة وفيها بركة بصراحة عن الحاجة اللي بتتباع بره. يعني انا عن نفسي يعني بحس ببركة الدنيا وانا عاملة المنظفات عندي في البيت. بعد كده بعد ما حطينا التايلوز بنحط السلفونيك. والسلفونيك طبعا زي ما احنا عارفين ان هو برضو المادة الفعالة الموجودة في البرسيل جيل ومن المواد الأساسية. هنقلب حلو برضو. بعد ما حطينا السلفونيك هنقلب حلو. كل اللي عنده سؤال أو استفسار يكتب لي في التعليقات وانا نرد عليها ان شاء الله. بالنسبة للبرسيل جيل، متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة. حبايبي الجداد اللي لسه داخلين يشاهدوا الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يجيلكم كل فيديو مني ان شاء الله. طبعا زي ما انتم متعودين انا ما بحطش المية كلها، انا بعد ما بخلص الفيديو بزود الجردل للنهاية المية بتاعته. تمام. بعد كده زي ما انتم شايفين بعد ما حطينا السلفونيك حطينا الصودا السايلة وهنقلب. في الوقت ده بقى لازم نظبط البي اتش. هنظبطه على كام يا حبايب قلبي؟ هنظبطه على 4، من 4 ل5، ما يزيدش على كده عشان الأكسجين ما بيعيش إلا في بيئة حمضية عشان يتفاعل معانا وينظف معانا حلو. يعني من 4 ل5. بعد في الوقت ده بعد ما حطينا الصودا وحطينا السلفونيك هنظبط البي اتش ونسيب المنتج بتاعنا يريح مثلا كده ربع ساعة ونرجع نكمل بقية المواد بتاعتنا. تمام كده. وزي ما انتوا عارفين ومتعودين ان احنا بنخلي شوية من السلفونيك وشوية من الصودا السايلة لغاية ما نظبط بيهم البي اتش. خلاص اتظبط معانا حلو قوي. واتبقى معانا حاجة ما يعني شوية من السلفونيك او البرسيل او الصودا. خلاص ما فيش اي مشاكل. بنحطهم في وعاء ونغطي عليهم ونعينهم لاي منتج تاني بنعمله. بس اهم حاجة نظبط البي اتش زي ما انتوا عارفين عشان يطلع معانا المنتج بتاعنا ايه، كويس وحلو. بعد كده بنحط البيبي فور زي ما انتم شايفين. والبيبي فور طبعا يا حبايب قلبي المرحلة دي بعد ما خلاص ظبطنا البي اتش على 4 أو 5 زي ما انتوا عايزين، من 4 ل5 مفيش مشكلة. تمام. ظبطنا البي اتش نكمل بقى بقية المواد الخام بتاعتنا. هنا بقى حطينا البيبي فور
والبيبي فور بيزود الرغوة بتاعة برسيل جل او اي منظف، وبيدي شفافية ولمعة حلوة للمنتج بتاعنا. تمام. انتوا عايزين المنتج يبقى مركز معاكم، بنقلل المية ونزود المواد الخام. تمام كده. عايز المواد اللي عندكم قليلة وضعيفة، مفيش اي مشكلة. احنا بنحط البيبي فور بيزود الرغوة بتاعتنا، وكمان التكسبون اللي انتوا شايفينه برضو بيزود الرغوة بتاعتنا. التكسبون ده يا حبايب قلبي انا مدوباه قبليها بيوم. طبعا احنا كل ما ندوبه التكسبون قبليها بفترة بيدوب معانا حلو وبيبقى كويس معانا في الشغل. لكن لو جينا حطيناه كده بيبقى ايه كتلة وبياخد وقت عقبال ما يدوب. فيستحسن قبليها بيوم او قبليها اقل حاجة 8 ساعات نحط التكسبون كده في نص لتر مية، ومن وقت للتاني نقعد نقلب فيه لغاية ما يدوب مننا، وبعد كده نشتغل بيه عادي جدا. والتكسبون هنا حبايب قلبي بيدي رغوة شديدة كده للمنتج بتاعنا. وطبعا بينظف وبيدي شفافية برضو للمنتج حلو. بعد كده اللون زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. زي ما انا قلت لكم، لو هيقعد معاكم البرسيل جل فترة طويلة هتحطوا 20 جرام من البنزوات الصوديوم. بنزوات الصوديوم بتتباع في محلات العطارة كمان او العلافة، وموجودة في محلات المنظفات الكبيرة اللي احنا بنشتري منها المواد الخام. تمام كده. حطينا اللون الازرق اللي هو لون برسيل جل اللي انتوا شايفينه، اللي انا مدوباه في ازازة وباخد منه الكمية على قد المنتج بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. ودي طريقة حلوة لذوبان الالوان معانا عشان تبقى جاهزة على الشغل على طول. كل لون نعمله في ازازة ونعين، وعند الشغل ناخد الكمية اللي احنا عايزينها بس. الرغوة بتاعته خطيرة وجامدة جدا، والنظافة بتاعت برسيل جل بالاكسجين حلوة جدا 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 والله العظيم. بينضف حلو قوي 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 مع الكرول الالوان بقى اللي هنعمله في فيديو تاني ان شاء الله بعد الفيديو ده بامر الله. زي ما انتوا شايفين اهو، انا زودت المية بتاعتي اهو في الجردل اللي انتوا شايفينه هنا. الجردل ده بياخد 15 لتر اهو. زي ما انتوا شايفين شوية برسيل، مفيش اجمل من كده. ما تنسوش بقى التعليقات واللايكات والاشتراكات لحبايبي الجداد، ويا رب الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله. واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي بامر الله. واللي عنده اي سؤال يكتبه لي وانا هرد عليه ان شاء الله. معلش قبل ما اقفل معاكم، لو عايزين تحطوا ريحه، انا الريحه ما كانتش متوفره عندي فما حطيتش ريحه حبايب قلبي. تمام كده. هنا كنت حطيت الاكسجين في الاخر خالص. هو المفروض بيتحط بعد الصودا والسلفونيك. بعد ما نعادل الصودا والسلفونيك بنحط الاكسجين. بس انا هنا كنت غلطت وحطيته في الاخر خالص. طبعا ما فيش مشكله، بس المهم يكون البي اتش اتظبط معانا. نحطه في بعديهم بعد البرسيل جل، بعد الصودا او السلفونيك، او نحطه في الاخر مفيش مشكله. المهم يكون البي اتش متظبط على 4 ل5. تمام كده. اهو زي ما انتوا شايفين حاجه جميله اهو. يلا اسيبكم على خير الفيديو اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.